السلام عليكم ورحمة الله متابعينا وطلابنا الأعزاء. متابعينا وطلابنا، بعد يومين وإن شاء الله تبلش الامتحانات الخاصة للسادس ابتدائي والثالث متوسط والسادس الإعدادي العلمي والأدبي. ومثل ما تلاحظون دورون الأسئلة الخاصة بالتربية الإسلامية والتربية الإسلامية واللغة العربية. طبعا مثل ما تلاحظون هنا قدامكم المادة التربية الإسلامية للسادس ابتدائي، وأيضا للسادس الإعدادي العلمي والأدبي، وأيضا بالنسبة للثالث متوسط بعد دمج اللغة العربية مع التربية الإسلامية. هذه الأسئلة موضحة قدامكم، ولو حال إنه أنت ما تقدر إنه تشاهد الأسئلة موضحة عندك، كل اللي عليك يعني بسهولة جدا أنزل لكم إن شاء الله في قناتي التليجرام مجموعة هذه الأسئلة كلها راح أنزلها بعد نزول هذا الفيديو مباشرة. فأنتوا شنو اللي عليكم؟ اللي عليكم تطلعون عليها وتختبرون أنفسكم، لأن هاي تعتبر مراجعة لكم لهاي خاصة بالسنوات السابقة، حتى أنتوا بإذن الله تحققون أكبر عدد ممكن من الاستفادة، وتقدرون تختبرون نفسكم وتنجحون وتشاهدون كل شيء. طبعا مثل ما تلاحظون الجدول هنا قدامكم التربية الإسلامية، وكل هاي التفاصيل الموضحة قدامكم اللي تقدرون تتعرفون إلها. وكل اللي عليكم أن تشتركون في قناتي التليجرام، أنزل بها كل المرشحات المتعلقة بالتربية الإسلامية. فرضا هاي قدامكم التربية الإسلامية الخاصة بالسادس الابتدائي، هنا عندكم 18 صفحة. لو فرضا ضبطتوا ال 18 صفحة، فأنتوا أقول لكم مبروك عليكم النجاح في مادة التربية الإسلامية. وهنا هي المرشحات الخاصة بالثالث متوسط لمادة اللغة العربية والتربية الإسلامية، مجموعة من الأسئلة ما بيهن 18 صفحة تضبطهن أنت أيضا راح تقدر تنجح، ومجموعة كبيرة أيضا من المراجعة اللي أنت بإذن الله راح تقدر تحقق أكبر عدد ممكن من الاستفادة، وتقدر أنه أنت تضمن نجاحك بنسبة 100% لو أنت ضبطت هاي المرشحات. لهاي المرشحات جدا مهمة من أستاذ كفو اللي هو أستاذ مهند، تحياتني له. تقدرون تطلعون على بقية الأسئلة بإذن الله من خلال قناة التليجرام، رابط قناتي التليجرام موجود في صندوق الوصف. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. تحياتي للجميع، إذا عندك سؤال أو استفسار اترك لي في صندوق التعليقات وسيتم الرد عليك بإذن الله. شكرا لكم على حسن المشاهدة والاستماع، تقبلوا تحياتي. أخوكم أستاذ حسين القريشي، بحفظ الله وأمانه.